السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. اسكريم عشان العيد بقى ونفرح ولادنا. شايفين ما شاء الله الاسكريم ده الفانيليا والشوكولاته بكميه بسيطه جدا من الحليب. عملنا الكميه دي كلها ما شاء الله، طالع تحفه وطعمه ألذ طبعا. شايفين منظره عامله ازاي؟ طبعا ده بص برش عليه السوداني المجروش، او ممكن ترش عليه شوكولاته مبشوره يعني على حسب ما متاح بين ايديكي. وده بالمانجا وده بالفراوله. هنا بوريكم بس كده ما شاء الله التقديم بتاعه. شايفين الشوكولاته عامله ازاي؟ الايس الشوكولاته، ايس كريم فانيليا، ايس كريم مانجا، ايس كريم فراوله. طبعا كل حاجه متاحه بين ايديكم. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ حاجه روعه وجميله جدا. طبعا احنا في الحر وداخل علينا العيد نفرح ولادنا. تعالوا نشوف الفيديو ده. انا معايا كيلو ونص حليب. كيلو ونص حليب دول هحطش عليهم كوبايه سكر بودره. حلوه قوي كوبايه سكر بودره. 3 معالق نشا، ونص معلقه فانيليا، و3 معالق لبن بودرة. حطيت هنا في النشا حاطه 4 معالق عشان ده كيلو ونص حليب. حطيت 4 معالق نشا ومعلقه 3 معالق كده حلوين لبن بودرة وكوبايه سكر بودرة. تمام. ونص معلقه فانيليا. هنقلب على البارد. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هقلب على البارد تمام كده. هنروح على النار واحنا بنسيح كده بنعمل الكريمه. هنا بنعمل الشوكولاته. حطيت قالب شوكولاته كده ربع. حطيت ربع كيلو ربع كوبايه زيت على 3/4 كوب حليب على مش هنعملها على البخار ولا حاجه، على نار هاديه كده وبسيحها بالزيت والحليب. شايفين ما شاء الله. تمشي تعمليها بالشوكولاته ويمشي تعمليها بالكاكاو. انا عملت حبه بالكاكاو وعملت حبه بالشوكولاته. وادي المهلبيه اللي احنا هنعمل منها الايس كريم. صراحه طلعت تحفه وجميله. شفت هنا بقى ندفع عليها لغايه ما نشوفها بقت تبقبق خلاص ندفع عليها. هنا قلبتها في حاجه تانية علشان تهدى وهغطيها كده بس شويه كده واروح منزله الكيس التلاجة ده اللي جوه شويه على الكريمه نفسها واحطها في التلاجة علشان ما تعملش قشره. شايفين كده؟ حطيتها في التلاجة هديت وبرزت خالص. طلعتها من التلاجة. هقلبها هنا في البوله ديت دلوقتي. وهنا عامله كريم شانتيل. تمن كريم شانتيل بس كده. وده انا قلت اطعم الايس كريم واديله كده حاجه غنيه فيه. وادي المانجا وادي الفراوله. جبت باكو صغير ايس كريم، باكو صغير خالص. حطيت عليه كوبايتين حليب وضربته. هنقلب كل الخليط ده كله ببعضه. هنا انا قلبته هنا في حاجه كبيره هنا عشان اضربه مع بعض. قلبت المهلبيه وقلبت الكريم الشانتيل اللي انا عملته. تمن واحد عليه كوبايه حليب وضربته. تمام. وده الباكو الكريم الشانتيل الصغير يعني كان صغير جدا. حطيت عليه كوبايتين ميه وضربته برضه لغايه ما القوام بتاعه تقل. هنلف لفه كده. هنضربه بالمضرب عشان يتجانسوا مع بعض كده. يعتبر بقى عملنا الكريم الشانتيل كده. عملنا الايس كريم الفانيليا. ده الايس كريم الفانيليا يا حبايبي. تمام. هنا هنحط نجيب علبه هنحط فيها الفانيليا كده. هنقسمها بقى ونديها الالوان والشوكولاتات والفاكهه والحاجه. هجيب الشوكولاته اللي انا سيحتها قدامكم في الاول اهي. هروح درقاها عليه تقليبه كده. خلاص عملنا كده الايس كريم اللي هو بالشوكولاته. شايفين ما شاء الله العلبه اتملت ازاي؟ طبعا العلبه دي كلكم عارفين بنجيبها من بره غاليه جدا. مليتها باقل التكاليف بصراحه والطعم تحفه جميله جدا. زودها شويه اهو. شايفين ما شاء الله اهي. بديها لفه جامده كده عشان يتجانسوا مع بعض واسيبها عشان نحطها في الفريزر دلوقتي. ده المانجا. حطيت حبه مانجا كده صغيره. قلت اطعم كده الايس كريم يبقى كله من انواع يعني فراوله ومانجا وشوكولاته وفانيليا كده. يبقى كله متلخبط على بعضه. قلبناه على بعضه برضو. كل حاجه ليها معلقه لوحديها عشان ما نشيلش المعلقه دي ونحط المعلقه دي. احط برضو على الفراوله ونديها تقليبه ونسيبها ما شاء الله. بصراحه طلع تحفه جدا وطلع لي كميه كبيره جدا. هنا اجيب العلبه التانية دي برضو مسحتها مسحه بالمنديل بالرغم ان هي نضيف بس برضو بديها مسحه عشان لو فيها نقطه ميه. ومعايا تانية علبه تانية برضو هنملاها برضو واقولك هنعملها ازاي. هنملى طبعا العلبه دي فانيليا
ده ايس كريم بالفانيليا، طعمه جميل جدا. والعلبة دي برضو هنا حطينا هنا في الفانيليا، وهنحط برضو العلبة دي هقولك هعمل فيها ايه. انا عايزه اعمل تاني بالشوكولاته، هعمل ايه؟ انا عندي كاكاو، هجيب الكاكاو ادوب عليه حبه سكر بودره وحبه ربع كوبايه حليب واقلبه ببعضه، هيديني شوكولاته. اروح ضرب حطاه على اللي في العلبه المستطيله دي اهو. ده بالشوكولاته وده بالكاكاو، شايفين ما شاء الله عامل ازاي اهو. طلعت كميه كبيره جدا من كيلو ونص حليب، شايفين ما شاء الله. عملت بالمانجا، عملت بالفراوله، عملت بالفانيليا، وعملت بالشوكولاته. هنغطي طبعا العلب ديت وندخلها الفريزر 6 7 ساعات، ونجيلكوا تاني ونشوفها. شايفين ما شاء الله عامله ازاي. ده دي الفراوله، النور عامل عليها قوي مش واضح اللون بتاعها، وادي الشوكولاته وادي الفانيليا، حاجه جميله جدا. هنا طلعناها من التلاجة بعد 7 ساعات، طلعناها من التلاجة. بنحط بقى كده ايه في الكاسات. انا عنديش معلقه ايس كريم، بحط باي معلقه بتمشي معاكي في كل حاجه. جبت حبه سوداني جرشته كده جرشه بسيطه وحطيتها على الايس كريم الشوكولاته. هنعمل كاس تاني بالفواكه اللي هو المانجا والفراوله. المانجا والفراوله كانت في الفريزر، ضربتها من غير نقطه ميه، ضربناها في الكبه. شايفين منظر الايس كريم عامل ازاي. ضربنا المانجا في الكبه من غير نقطه ميه، وحطينا عليها سكر بودره بس، وقلبنا عليها الكريم شانتيه البليل. يا رب الفيديو يعجبكم، واقول سلام عليكم.